عشت مديسما أزول في اللون. الفيديوهات ان شاء الله راهي تتمه والفيديو اللي زرين. اخواني اخواتي السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. ان شاء الله غادي يكون تتمه ديال الفيديو السابق. كيف مشتوا معايا في الفيديو السابق صورت لكم شويه في المحطه الطرقيه جديده، كيفاش درنا الديبار ديالنا وكيفاش حتى وصلنا والطريق اللي ضربنا. كذلك وريتكم بعض اللقطات من الدار القديمه ديال البلاد اللي هي في الجنوب كيف ما سبق لي قلت لكم. وفي اليوم الثالث درت واحد الطويجين ديال الدجاج بهذا السفرجل اللي المنطقه الناس اللي زرعوا تما ديال عمتي. صراحه الله عطيه واحد المذاق فيه زوين وكان فتي بزاف. دونك هذه هي المناظر اللي كنشتاق ليها صراحه الله مره ملي تنكون هنا في الغرب. تيعجبني هذا المنظر نشوفه. ما عرفتش انا كنرتاح لهذه المناطق الجبليه. شكون اللي في حالي يكتب لي في لي كومونتير فين كترتاحوا اكثر، واش في الباديه اولا في الجو ديال المدينه. وهنايا اقلوي ديال واحد خالتي هنايا دايره فيه، عندها هي اللوز، عندها شويه ديال اللوز، عندها شويه ديال المهم هكا داكشي اللي تيزرعوا قليل. حتى الضلفه راه كانت درت وليدي ديالي كتمنى مسكينه باش الا كان غادي تنوض ليها تاكناريت اللي هو التين الشوكي. صراحه الله ما بقاش بالمره عندنا في البلاد، بحال تقولوا الله يسر نقارض. فهذه واحد الضلفه شداتها وزرعاتها قالت يا ربي زعما الا كانت غادي تخلف ليها. وكيف ما كتشوفوا اللوز وداك شويه ديال ما عرفتش داكشي الاخر، كاين العناب، كاين المهم شويه من الحاجه هكا الناس باش تاكل من داكشي هذاك. وصراحه الله الماكله ديالو راه زوينه، راه كتعرفوا كيما كاين لا دواء لا حتى حاجه. فهادشي اللي كيتكالى تبارك الله تيكون بيو. غير هو سبحان الله كيف بعض المناطق ما تيكونش فحالو فحال الغرب. يعني بعض الحوايج كتشوف فيهم تما ماشي النمو ديالهم ولا اللون ديالهم ماشي كفحالو كفحال الغرب. وفي العشيه ديال النهار ما قبل الاخير صراحه الله ما خرجناش حيتاش جا التريسيان باش يصوب بعض الاصلاحات ديال هاد الريدويات ما كانوش خدامين مزيان وكان داك لانكاسات خارجين. دونك جا صافي ما قدرناش اننا نخرجوا نخليوه بوحديتو كما كتشوفوا هاد المشرج ملي صوبات. وصراحه الله هادو اللي هما اوتوماتيك راه ما تيصلحوش للبلاد. ديجا راه صاوبهم وعاود عاوتاني وقع فيهم مشكل، واليوم راني وقفت معاهم وصاوبوا وعاود بدا كيتكوانساو بعض الشرايج ما تيتكوانساو. دونك في الباديه صراحه الله ما كاينلاش ان الواحد يدير بحال التقنيات هذه ديال انه يدير مثلا السراجم اللي هما هكا ريدو اوتوماتيك ولا فهمتوني شنو بغيت نقول. هذه هي الدار الجديده. ما عرفتش كيفاش ما قديش ماشي ما قديش نسيت انني ندير واحد الجوله هكا باش نشوفوا الدار الجديده. دونك هانتوما كيف ما كتشوفوا هاد الشراجم كاملين دار عليهم، اللي مصاوبين واللي ما مصاوبينش عاودهم حيتاش كما قلت لكم وقع مشكل ما تيطلعوش. دونك هذا هو المشكل. دابا الا مثلا هبطتي الريدو او تكوانسا لك الضوء ما يمكنش انك تطلعيه وكتبقاي في الظلام. فمن الاحسن الواحد يدير الريدو العادي باش هكا يتفادى ان مثلا عاد خصك ضروري تعيطي على المعلم باش يصاوبوا لك. هادشي عنده علاقه بالتريسيان. صراحه الله الدار طلعت زوينه، الفصاله هي غزاله عجباتني. غير كما قلت لكم ما عرفتش كيفاش حتى مشات لي من بالي انني نصور لكم هكا يعني ندير لكم دويره فيها. فالمره الجايه ان شاء الله الا مشيت ويكونوا لي الاصلاحات سالاو كاملين ندير لكم واحد الدوره وتشوفوا الدار الجديده ديال البلاد اللي صوبت الوالده ديالي.
كيف ما كتشوفوا الغيام بداو كيعطيو واحد اللون بحال كري بحال كحل. دونك هنا كنا كنقولوا بحال والو غادي تصب الشتا. فعلا بعد ما كانت درجه الحراره 26 سبحان الله دغيا قلبت ل 16 درجه. كتشوفوا الجبال هذا هو اللي كنا طلعنا فيه البارح. كنت وريتكم نيت البلاصه اللي كنا مشينا فيها في الفيديو الاولاني. وهنايا لا غدلين الموعد ديال الرجوع ديالنا. فقنا في الصباح لقينا تبارك الله ما شاء الله الشتاوات. الشتا كتهبط خفيفه داكشي علاش ما كتبان لكمش، ولكن الارض ما شاء الله شبعات ما. شفتوا الجبال كيفاش كيبانوا. غترجعوا الفيديو الاولاني كيفاش كان اولا بدايه الفيديو كيفاش كانت يبانوا الجبال ودابا كيفاش ولاو. دونك صافي تغطاو داك التاكوت حنا تنقول هبطات الغيام بزاف والشتا ما شاء الله طاحت داك النهاريات. وهذه هي الرجعه ديالنا. وصلنا لتفراوت درنا هاد الكوتي ديالنا باش نمشيو ان شاء الله بلا ما نبداو ناكلوا في الطريق. كما قلت لكم محلى بالمعلومه. كذلك مشينا ضربنا واحد الدويره خفيفه لتفراوت. الصوندر هو هذا كيف ما كتشوفوا. كاينين اللي بابوش ولكن الاغلبيه كانوا سادين. كنت باغا ناخذ طاجين وما لقيتوش كانوا سادين كما قلت لكم الجمعه. هنايا كيف ما كتشوفوا هادشي ديال الحديد اللي كيصايبوا ديال النحاس. وانا مشيت نيشان مقصده عمر معروف بهادشي ديال املو اركان. هذاك سميتو الخروب مطحون البق مطحون. كما كتشوفوا داكشي تيتطحن قدامكم وكتاخذوه قدامكم. انا خديت غير قريعات صغار شويه ديال البركه لان لقيت ولات بزاف صراحه الله. كذلك مشيت دزت عند مالي النقره خديت عندهم هاد اللعيبه هادي وخديت عندهم الخاتم. كنت محتاره انني ناخذ منها جوج ديال لي براسلي حيت ما جانيش نفس لو تايم ديال الخاتم اللي خديت. دونك درت معاه عطاني لا كارت فيزيت وعطاني الريم ديالو. الا تشاورت مع راسي وعجبني الحال غادي نصيفط له الفلوس بطبيعه الحال. وديك الساعات الوالده ديالي تجيب لي الامانه ديالي. فكانت هذه الرحله ديال هاد العطله البينيه. كيف ما كتشوفوا حنا صافي راجينا للكار قطعت في جنه. وما نقول لكم شحال من ساعه درت شي 14 ساعه يا البنات. نتوما كيف ما كتشوفوا 14 ساعه. كان باغي يعمر في إنزكان وتعطلنا فيه. راه جلسنا تبارك الله شي ساعتين وحنا كنتسناو في المحطه ديال إنزكان باش يهز البلايص. ومن بعد راه شدينا الطريق كما قلت لكم درنا شي 14 ساعه تبارك الله ما شاء الله. وصلنا للمحطه الطرقيه. هانتوما كيف ما كتشوفوا هذا هو الكار اللي كنجي فيه راه غزال صراحه الله جنه من احسن زعما الكيران اللي كنركبوا فيهم. وانتم سيدي شوفوا المحطه كيفاش ولات تقولوا غير لا كار ديال الاكذاب. صراحه الله زعما السيرفيس واعر. تقدروا البنات ولا الدراري زعما تقطعوا غير من الانترنت. ما بقاش داكشي ديال شحال هادي تنقى ولا واعر بلي سيكوريتي ديالو. ما بقاش بنادم تيبقى داخل خارج من هادوك اللي تيبقاو يشدولك في السيكان ويشدولك في يديك. صراحه الله زعما المحطه انا عجباتني صراحه الله. واخا البعض منهم ما عجبتهمش انا عجباتني وبزاف. النظام ديالها واو. ويلا وصلتوا حتى لهنايا ما تنساوش ليا جيم والاشتراك وتعليق زوين في حق الفيديو. في الغاونسه فولكي سلام.